السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سامح المرشدي، والنهارده في تجربة كده بنجربها مع بعض، وهي كالعادة في العيد بعد رمضان فسيخ ورنجة. وإيه ده؟ سردين. آخر رمضان لقيت حماتي بعتلي فسيخة وشوية سردين. قمت ماسك الفسيخة فاتحها منضفها حطيتها في زيت طبعا، وحطيت معاها بابريكا. طبعا لونها غمق سنة من البابريكا والزيت، بس كانت تحفة وخرافة، وطعمها وريحتها اللهم صل على النبي. طبعا حد يقول لي انا ما بحبش الفسيخ، ما بحبش السردين. انت حر، انت ممكن تكون تاكل فشه كرشه ومستبوخ السردين، دي حريتك الشخصيه. ممكن تكون ما بتاكلش الحاجات دي كلها وبتاكل حاجات تانية، دي حريه شخصيه. يعني سيب اللي بياكل ياكل. انت بتاكل رنجه جايب لك رنجه، ناخد تجربه الرنجه المدخنه التحفه. اللهم صل على النبي. طيب، ليه المصريين بياكلوا الرنجه والفسيخ بعد رمضان؟ يقول لك عشان في رمضان ما بياكلوش حوادق كتير، عشان بعد رمضان بقى ياخدوا حوادق وبتاع وايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طبعا ايه، مراتي هتنبسط قوي ان انا مبسوط من الفسيخ، عشان ايه مامتها هتنبسط. امم وكنت بفكر بصراحه اقلب لكم الموضوع تحدي، اللي هو ايه، بتشوفوا التحديات كلها. امم 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 قبل التحديات في ناس كتير اول ما تشوف الفيديو هتقول لك اه يا عم ده جاي من عند ام مكه. والله من عند حماتي، مش عند ام مكه، عشان ما حدش يفكر. امم 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 ألذ حاجة إن أنت تكون قاعد بتاكل وولادك بياكلوا جنبك، وطبعا مراتك ما بتاكلش فسيخ، فده شيء لطيف. بس هاكلها، هتروح مني فين؟ مم. 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 الناس كلها بتعمل تحديات إنها تاكل إيه؟ لحمة كتير، حواوشي كتير، أي حاجة فيها لحوم كتير. المصريين العاديين، المصريين العاديين بيجيبوا الحاجة ويملوا جنبها. يملوا جنبها بقى بشوية طماطم، شوية خضار، شوية خس، بصل، وبيملوا جنبها بعيش كتير جدا. ده ما بيطلعش في السوشيال ميديا الصراحة يعني. خد يا بابا، دي لسوري. طبعا ولادك لازم تبقى مبسوط كده ومنشكح لما ايه، لما ولادك ياكلوا فسيخ وتلاقيهم بيحبوا الفسيخ مع ان مامتهم ما بتاكلش فسيخ. اكتبوا لي في التعليقات لو الموضوع عجبكم يعني. هو ولادكم بياكلوا فسيخ ولا لا؟ انتوا بتاكلوا فسيخ ولا لا؟ مين بياكل ايه؟ وايه رايكم اصلا في الموضوع ده؟ وهو الجيران عاملين هيصه في الليله عيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. والواحد ايه بقى، نسيت اقول لكم على حاجه مهمه. ايه دي؟ ايه دي؟ طبليه. يعني عامل لكم التجربه زي المصريين كلهم كانوا زمان بيعملوها، اللي هو يجيبوا الحاجه ويقعدوا على الطبليه وياكلوا. مع ان والله فكره والله اهي، بس حبيت نعيش جو زمان، التجربه بتاعت زمان. ايه اللي حراق يا بابا؟ مش مفيش حاجه حراق يا بابا. امم بطارخ الرنجة، في ناس ممكن ما تاكلش رنجة وتاكل البطارخ بتاعتها، صح كده؟ طبعا الواحد بيبقى طالع من رمضان ما بياكلش كتير، بينتهز فرصة إن في أكلة أو حاجة تأكل، معلش بقى إيه، الواحد قاعد على الأرض فيفرد ويمدد ويرحرح. وبمناسبة آخر رمضان، قلت لك أنا على لما نزلت آخر رمضان إيه اللي حصل في الشارع؟ إيه اللي حصل؟ توكلت على الله، نزلت الشارع بعد رمضان بقى وإيه، وداخلين على العيد بقى. اديله مية، اديله مية. نزلت الشارع من هنا لقيت اطفال كتير جدا ماشيين في الشارع، هجموا عليا: بابا سامح، بابا سامح، بابا سامح. مين دول؟ الشياطين يا حبيبتي. أه؟ انتهزوا الفرصه، خلاص رمضان خلص، نسيبه في حاله؟ لا، تعالى بابا حبايبي. حد ما يحبش الفسيخ؟ في حد في الدنيا دي ما يحبش الفسيخ؟ مش هنضحك على بعض، في ناس ما بتحبش الفسيخ يا جماعه، ودي حريه شخصيه. اللي بيحب الفسيخ ياكله، ما يحبوش ما ياكلوش.
ما تجبروش حد على حاجه، وما تستنكروش ان حد بياكله. هو انا ممكن يعني انا مش عاوز طماطم. انا ما بعرفش اكل طماطم او خيار والكلام ده مع السمك والجو ده بصراحه يعني. السمك والرنجه والكلام ده تاني رغيف. هو ده بقى موضوع التحدي اللي كنت بقول لكم عليه. هناكل كام رغيف مع الفسيخ والرنجه. بس طبعا الواحد ايه، كان زمان الكلام ده بقى، كان زمان بعد تعب الواحد تعبه بعد الحاجات والحركات. ربنا يكفيكم الشر يا رب. الواحد ما عادش بياكل زي زمان، بس هي اكله بتاكل، وكل عمال يعمل تحديات. مين هياكل اكتر كميه لحمه، اكتر كميه سمك. طب ما حدش ليه بيعمل تحديات؟ مين بياكل اكتر كميه رز، اكتر كميه عيش، زي المصريين يعني، لغايه ما ربنا يكرم. واوعى تنسى، اوعى تنسى، اوعى تنسى، يعني بغض النظر عجبك الموضوع ما عجبكش، تعمل اشتراك وتشجع اخوك، عشان ربنا يكرم ان شاء الله نجيب لكم بقى التحديات التانية اللي الناس بتعملها. ولا انتوا ايه يعني، ايه رايكم في الموضوع ده؟ امم امم هتاخد فسيخ؟ سوري، فسيخ؟ خد يا بابا. طب انا هقول لك على حاجه يا بابا. انت حاجه يا جماعه، لما تلاقي ابنك بيحب حاجه انت مش عاوز، لا خد، مالكش دعوه بلولو. لولو مش حلوه. مش عايز، انت بتقلد لولو. لولو قالت مش عاوزه فسيخ، فتقول لي انت كمان مش عايز فسيخ. عجبكم كده بالذمه؟ بالذمه عجبكم كده؟ ماشي. مراتي عملت انقلاب عليا في البيت، قالت الان ما ياكلوش فسيخ. ينفع كده يا حاجه؟ ماشي ماشي ماشي. اشكيك الحماتي. بصل بصل بصل. مم. 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 يا ريت ما فيهاش اساءة ادب يعني. خشوا يعني، ما تكلمونيش انا، كلموا بعض في الكومنتات. يعني قولوا كل واحد يقول في منطقته شايف سكه يعني. لان انا لقيت فيه ارقام متفاوته قوي. انا والله مش شاريها الجلد ديت. الرنجة يا جماعة بصوا، أنا معرفش أطلعها كده من أجيبها من عند الراجل أو في السوبر ماركت أكلها على طول. لازم أشويها. ليه؟ هي طلعت من مصنع راحت للتاجر، التاجر وزع على التجار الصغيرين، ممكن تتحط في ثلاجات. كل ده مش لطيف يعني، فحاول تحطها على النار شوية. اضرب فويل على الصاج بتاع الفرن وعلى البوتاجاز كده وشويها. طيب مش عاوز يبقى في ريحة بعد ما تشوي، تكون مجهز حتة فحمة على النار موهوجة كده. أول ما تشيل الرنجة تحطها مكان الصاج أو الفويل اللي أنت كنت بتشوي عليه. هتطلع دخنة كده بتاعت الفحم، هتغطي على أي ريحة للرنجة. مم. 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 كانوا زمان لما العيال الصغيرين أو إحنا عيال يعني ناكل بقى بلقمة صغيرة بتاع، يقول حد كبير قاعد يقول لك كبر اللقمة عشان تصاد. كبرنا وكبرنا اللقمة. طبعا ايه، في ناس ما بتحبش الفيديوهات دي انا عارف، وفي ناس بتقول الفيديوهات دي بتفتح نفسنا على الاكل. فلو انت ما بتحبهاش يعني، اعمل اشتراك واخبط لايك وما تتفرجش يعني، ربنا يبارك لك. بتحبها استمتع واعمل اشتراك واخبط لايك، حط كومنت عشان ربنا يكرم، نعمل لكم بقى الحاجات
اللذيذه الحلوه. امم ما تحبش فسيخ؟ اشترك واعمل لايك، شو ربنا يكرم، نجيب لك حاجات غير الفسيخ يا عم والرنجة، ولا ايه؟ ولا ايه؟ يا سوري. طبعا الولاد بيحبوها بالسلطه، سلطه رنجة. المهم بتعمل لهم سلطه كده وتحط لهم الرنجة عليها فبيعرفوا ياكلوها مع الطحينه وبتاع. امم حلوه الرنجة دي. امم مع ان مفيهاش بطاريخ مرمله وده شيء بيحزنني، بيضايقني قوي. مفيش بطاريخ مرمله، بس نقول الحمد لله. الحمد لله. وعاوز اخد رايكم في حاجه مهمه جدا جدا. انا عملت تقريبا فيديو واحد على الاكل قبل كده او اتنين، وكان مردود لطيف. فقولوا لي اكمل في موضوع فيديوهات الاكل ولا ما اكملش، مع ان انا ميال ان انا اكمل بصراحه. بصراحه يعني انتوا كلكم بتحبوا فيديوهات الاكل. طبعا انا حاطط الطبق الكبير ورايا وبتاع ودلع نفسي منه. يعني انا شايف ان انا اكمل في ده، فانتوا رايكم ايه؟ ومش هكتب عليكم، يعني اي حد بيطلع يقول لكم انا مش مستفيد انا بعمل عشان مصلحتكم، قولوا له يعني قولوا له عيب، عيب تقول الكلام ده. مفيش حد بيطلع يعمل فيديوهات على النت كده يعني، بيدور على الربح من الاخر. حتى لو بيدور على فايده الناس، بس في الاول وفي الاخر بيدور على فايدته وفايده بيته. يعني انا ما بحبش اكذب، ما بحبش كده. ولا انتوا رايكم ايه؟ امم امم انا مش فاهم السردين والله. اخد لقمه كده منه لوحدها كده. ايه هو ممكن عشان كان جنب الفسيخ، لقطم الفسيخ مثلا، ممكن. هو انا حاسس ان ملحه اقل مع الزيت، يعني ملحه بقى قليل مع الزيت، بس تمام. تمام. يعني ايه، بالهنا والشفا. مين فيكو كل فسيخ ورنجة ومين ما كلش، حتى لو بيحبه؟ ان انا لقيت ان في ناس بيتكلموا ان من الاسعار مش عارفين يجيبوا، تمام كده. فيا ريت تقولوا لي وتعرفوا لي. مم. وايه رايكم في موضوع الترندات؟ يعني مثلا في ناس معروفه من زمان في البلد في مصر انها بتاعت فسيخ وسردين وسمك مملح، ومعروفه بالاسم والناس بتنزل لها بالاسم حتى لو في محافظه تانية، زي كفر الشيخ ونبروه في المنصوره. الناس دي الاحسن ولا الناس اللي طلعت ترندات بسبب السوشيال ميديا؟ لو انت جربت ده وده، او انت رايك ايه في الموضوع؟ وفي الاول في الاخر اوعى تنسى انها ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. امم امم لا انا عاجبني الفسيخ قوي بصراحه، بس ما شاء الله يعني. انا بحب الفسيخ، انا بحب الفسيخ. طبعا مراتي اكيد منشكحه يعني، الفسيخ عاجبني، دي مامتها عاملاه، واخد بالك انت، لازم تظبط الدنيا. اه مبقاش في عجز ده وحش. مم. تبقى انا سوري، تبقى ما تخش معايا.
متعرفش تنام. مم. بس بقى يا لولو ما تضايقش سؤال يا لولو. نعم. معلش حقك عليا انا. الولاد عاوزين يناموا فمش عاوز اقول لكم بقى. انتوا عارفين العيال الصغيره لما بتبقى عاوزه تنام. معلش. مم. 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 والله نفسي اعمل زي الناس اللي بتطلع وتقول ايه ما بتاكلش فسيخ ايه؟ ازاي؟ بس انا حوالي شخصيه يا جماعه. اقول لك ليه؟ اقول لك انت ما بتاكلش فسيخ ازاي؟ يعني عاجبك في ده بمناسبه ايه؟ يعني عاجبك اخواتي وكل حاجه يعني ازاي؟ الاكل بالذات يعني زي ما كانوا بيقولوا كده نفس. يعني واحد نفسه جايباه ياكل الاكله دي، واحد مش جايباه. يعني زي في حد مثلا يقول لك لا ما باكلش كرشه وفشه والكلام ده، بياكل كبده. يعني هو لو فكر شويه انت بتاكل دم يا عم الحاج. وانا بعشق الكبده على فكره. بس انا كان في المنطق. مم. 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 انا عايز فسخاني يفتح تحت البيت او انا اشتغل فسخاني يعني. عشان كل يوم اكل فسيخ. صباح الخير فسيخ على طول، صباح النور فسيخ. مم. 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 كده كانت تلات رغيفة باين تقريبا. مش عارف. تقريبا. لا انا عاوز حد يقدر لي ما تلخبطوليش التحدي. عدوا انتوا عدوا انتوا. انا مش هيبقى تحدي قوي يعني. ان شاء الله الواحد يرد كده ويرجع التمرين تاني. يبقى ياكل بقى. مم. مم. انا بستغرب بس من ايه؟ حد يقول لي أصل وحش وباكل كتير وبتاع، وتلاقيه طالع في الفيديو بيدوق. والله بيدوق. بياكلوش بيدوق. انت شبعت يا حبيبي؟ بالله والشفا. شدوا حيلكم معانا انتوا بس وكبروا القناه كده عشان الارباح تيجي ونعمل لكم احلى تحديات واحلى حركات في نخش بقى نطلب المنيوهات الكامله دي. والموضوع الصواني ده ام سوري. واحد من دول يجيب الصينيه يقوم ضايق منها وسايبها. ما تاكل الصينيه، ما انت جبت الصينيه كل الصينيه قدام الكاميرا. عايز ايه يا لولو؟ عايز ايه؟ بصل حراق. بصل حراق يا لولو. بالراحه على نفسك يا لولو في البصل. حبيبتي يا لولو. يمي يمي. يعني انتوا عايزين تاكلوا بسكوت وشيبس وبتاع حركات وخلاص. صح كده؟ فتاخدوا شويه من ده. خدوا شويه من ده. امسكي يا سويت. امسكي. هم مقدرين ان في بيبيهات الاطفال. لازم نحمر العين عشان نسمع الكلام. مبسوطة يا سوري؟ حط كمان. مم. 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 ميرسي. حتى يبان قدامه انها خلصت الطبق. العيال كلوها كانك كلتهم بالظبط. العيال شايفها.
في حاجه ولا ايه؟ حاجه ولا ايه؟ مش عاجباكوا الرنجه ولا ايه؟ يا سولي اجيب لك فسيخ تاني يا سولي؟ فسيخ يا سولي؟ عندك ماشي. مش هينفع دلوقتي، لا خلاص. عاوز ايه؟ كنت عايزة مية بس مش هينفع دلوقتي. خد يا حبيبتي الميه. ازازه. ماشي. فسيخ اكله تعملها كده. احنا بقالنا وقت قد ايه كده؟ شوف. خليهم معانا شويه. حبايبنا والله والله حبايبنا. طب عايز اكمل مع الولاد. قلت لكم دلوقتي بس اهم حاجه زي ما قلت لكم، دي كانت تجربه العيد السنه دي، وعاوز رايكم بامانه بصراحه اكمل في موضوع الاكل ولا لا، بس شدوا حيلكم معانا عشان نعرف نكمل في موضوع الاكل. كلف بمنتهى الصراحه والامانه. اوعى تصدق حد بيقول لك انا عامل القناه عشان مش عشان هنا استفيد ولا عشان فلوس. مفيش حد مش عامل قناه على اليوتيوب عشان كده، كله عشان يستفيد. تمام كده. قلت لازم ابقى معاكم في العيد، كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب بصحه وسعاده، وتعملوا السنه الجايه كل اللي نفسكم فيه وتحققوا كل الامان اللي نفسكم فيها، وربنا يبارك لكم في كل حاجه اداها لكم. مستني اقراكم، مستني تكبروا القناه لان دي قناتكم مش قناتي بجد. تسلموا على كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.